بيبدأ المسلسل بيونج وهو راكب القطر ومسافر لمدينة سول عشان يشتغل فيها. ولما بيوصل لسول بيبدأ يدور على شقة رخيصة علشان يسكن فيها، وبيروح يشوف أكتر من شقة لكن الإيجارات بتكون غالية جدا. وبعد ساعات من البحث بيلاقي شقة رخيصة جدا في مجمع سكني، فبيروح وبيقابل صاحبة العقار اللي اسمها السيدة أم. وبتبدأ السيدة أم تشرح له نظام السكن، فبتقول له إن نظام الشقق عبارة عن أوض كتيرة جنب بعض في نفس الدور، وبتفهم إن المطبخ والحمام مشتركين، وبيتفرجوا على أوضة وبتقول له إن دي الأوضة الوحيدة المتاحة حاليا. بيتفاجئ يونج من الأوضة لأن هي ضيقة جدا وكمان ما بتكونش نضيفة، لكنه بيضطر يوافق لأن هو يعيش فيها لأن ما عندوش حل تاني. وبيسأل صاحبة العقار عن سبب رخص الإيجار، فبتقوله إن الشاب اللي كان ساكن قبله في الأوضة دي انتحر ومحدش راضي يسكن وراه، وعلشان كده هي نزلت في سعر الإيجار. فطبعا يونج بيتفاجئ بس ما يخدش الموضوع في دماغه، وبعدها بيخرج من الأوضة وبالغلط بيخبط في جاره اللي اسمه هان، وبيلاحظ إن هو راجل عصبي جدا. وبعدها بيتعرف على جاره التاني اللي اسمه هونج، وبيلاحظ إن نظراته وتصرفاته مخيفة جدا. وبعدها بيتعرف على شخص تالت اسمه دوج، وده راجل عنده تأخر عقلي وطول الوقت بيضحك من غير سبب. وبيحس يونج في اللحظة ديت إن جيرانه مش طبيعيين خالص، فبيدخل أوضته وبيقفل على نفسه وبيتصل على أسرته علشان يطمنهم إن هو بخير. وفجأة بيلاقي الباب بيخبط، فبيروح يفتح وبيلاقي أهان، وبيفضل أهان يزعله لأن هو عامل إزعاج في المجمع السكني وبيطلب منه يتكلم بره. فبيعتذر له يونج، وبعدها بيطلع لسطح البيت وبيتصل على حبيبته جيجي وبيحكي لها على كل اللي حصل من ساعة ما وصل لمدينة سول. وفي الوقت ده بنشوف دوج وهو بيتمشى لوحده في الشارع، وبالصدفة بيشوف قطة فبياخدها في المجمع السكني، وهناك بيقابل هونج وبيطلعوا هما الاتنين للدور الرابع. وفي الأثناء ديت بيكون يونج راجع لأوضته وبيسمع صوت دوشة وتكسير في الدور الرابع، فبيطلع يشوف فيه ايه. وبالصدفة بيقابل دوج على السلم، فبيقوله ان هو ممنوع يطلع للدور الرابع. فيونج بيخاف من تصرفاته وبيرجع لأوضته. وفي نفس اليوم ده بتوصل شرطية اسمها سول الحي اللي يونج عايش فيه، لأن جالها بلاغ إن الجيران لقوا قطة مقتولة في كيس الزبالة. وبتكون سو متضايقة جدا لأن البلاغ ده مش أول مرة يتقدم، وبيكون في حوادث قتل القطط حصلت كتير في الحي ده. فبتبقى سو تعمل تحرياتها عن حوادث قتل القطط، وبتكتب إن اللي بيقتلهم هو قاتل متسلسل. ده لأن القتلة متسلسلين عندهم غريزة قتل الحيوانات وأي حاجة حية، لكنها ما بتقدرش توصل للشخص اللي عمل كده. وبعد الشغل بتروح سو لعيادة دكتور الأسنان اللي اسمه سيونا علشان تخلع ضرسها. وبالليل بيروح بيونج يتعشى مع صديقه في الشغل، وبيحكي له ان جيرانه فيهم حاجة مش طبيعية ونظراتهم ليه مخيفة جدا. فصاحبه بيقول له ان هو اكيد بيتخيل. وبعد شوية بيرجع يونج للمجمع السكني، وبيوقف واحد من جيرانه اسمه وان وبيسأله لو هو مرتاح في اوضته. فيونج بيديها لسؤاله وبيروح يحضر العشاء في المطبخ، وبيلاقي هان جاي يتعشى معاه وبيطلب منه ما يستعملش البيض لانه هو فاسد. فيونج بيكسر بيضة وبيلاقيها كلها دم، فبيقرف منها جدا وبيسأله مين اللي جايب البيض ده. فبيقولوا ان صاحبة العقار هي اللي بتجيبه. بيطلب اهان من يونج ان هو يقلل التعامل مع جيرانه ويحاول ان هو يشوف شقة تانية في اسرع وقت ممكن. فبيستغرب يونج من كلامه وبيسأله عن السبب، لكن اهان ما بيرضاش يقول له حاجة. فبعدها بيرجع يونج لأوضته علشان ينام، لكن فجأة بيسمع صوت دوشة برا، فبيخرج وبيشوف فيه ايه، وبيلاقي هان بيتخانق مع دوج وبيضربه لأنه هو دخل أوضته من غير ما يستأذن. وفجأة بيظهر توأم دوج اللي اسمه دوك وبيقول لأهان إن هو اللي دخل أوضته. وطبعا بيتفاجئ يوم من اللي هو شايفه لأن هما شبه بعض جدا، حتى تصرفاتهم زي بعض. وفجأة بيظهر ماد وبيمسك إيد هان بعنف وبيطلب منه يتصرف بأدب مع جيرانه. وفي اليوم اللي بعده بيخرج يونج من البيت علشان يروح على شغله، لكن صاحبة العقار بتوقفه وبتعتذر له على الإزعاج اللي أهان عمله امبارح، وبتطمنه إن أهان هيمشي ومش هيرجع تاني. فبيستغرب يونج من كلامها وبيسيبها وبيروح على شغله. وبعدها بنشوف أهان نايم في أوضته، وفجأة بيسمع صوت دوشة غريبة جاية من الدور الرابع. فبيطلع يشوف فيه ايه، وبيتفاجئ ان قدامه جثة شخص غريب. وفجأة بيظهر شخص من وراه وبيضربه على راسه وبيفقده الوعي. وبعدها بتكون سو بتراجع تسجيلات الكاميرات بتاعة المراقبة وبتشوف فيها دوج وهو ماسك كيس اسود، وده بيكون نفس الكيس اللي لقوه فيه جثة القطة. فبتقبض عليه وبتفضل تحقق معاه، وبتلاحظ ان هو مختل عقليا ومش واعي للي هو بيعمله. فبتسأله هو ليه بيقتل القطط، فبيضحك دوج بشكل هستيري وبيقول لها ان مش هو اللي بيقتلهم، وبيقول لها ان هو قتل قطة واحدة بس. فبتشوف سو ان مفيش اي امل من استجوابه وتفرج عنه. وبعدها بتشوف سو اعلان عن اختفاء شخص اجنبي، وبالصدفة بيطلع هو نفس الشاب اللي اهان لقى جثته في الدور الرابع. وبتستغرب سو جدا لما بتعرف ان الشاب ده عايش في نفس المجمع السكني بتاع دوج. وفي المجمع السكني بنشوف دوج وهو بيعذب اهان، وبعدها بيسمع صوت اخوه فبيروح بيسأله عن اللي حصل في التحقيق.
فدوك بيقول له إن هم أطلقوا سراحه، وبنفهم من كلامهم إن دوك هو اللي بيقتل القطط، وبالليل بنشوف أهانه محبوس لوحده في الدور الرابع، وبيستغل إن مفيش حد معاه فبيفك نفسه بسرعة وبيتصل على الشرطة علشان يلحقوه. لكن لسوء الحظ إن الاتصال بيتقطع فجأة، فبيحاول أهان يهرب بسرعة، لكن وقتها مات بيظهر من وراه وبيضربه على راسه. وعلى الجانب الآخر بيرجع يونج لأوضته، وبالصدفة بيبص تحت السرير وبيلاقي دفتر الشخص اللي كان عايش قبله في الأوضة، فبيفضل يتكلم كتير عن الموت والانتحار. فيونج بيتخض وبيخاف، وفي نفس الوقت ده بيوصل محقق شرطة للمجمع السكني، وبيسأل صاحبة العقار عن أهان لأنه هو اتصل بيه من شوية. فبتقوله السيدة أوم صاحبة العقار إن هو مختفي من الصبح، فبيسيبها المحقق وبيروح يركب عربيته علشان يمشي، ولكن فجأة مات بيظهر من وراه وبيفضل يخنق فيه لحد ما يموت. ووقتها بنشوف دكتور الأسنان سيون معدي من الشارع، وبالصدفة بيشوف مات جنب جثة المحقق، فبيقرب سيون من مات وبيخنقه وبيفضل يخنق فيه لحد ما بيموت. وبيقوله إن هو كان لازم يموت لأن هو بيتصرف من دماغه، وكمان بيطلع ساكن في المجمع السكني. وبعدها بيطلع سيون يقف على السطح وبيلاقي يونج واقف لوحده، فبيعرفه على نفسه وبيقوله إن هو بيشتغل دكتور أسنان وكمان ساكن معاه في نفس المبنى. بيقوله إن هو معجب بيه جدا، فبيستغرب يونج وبيطلب منه يوضح كلامه. فبيقوله سيون إن هو معجب بشخصيته لأن هي مختلفة، وبيسأله سيون عن نوع شغله. فبيقوله يونج إن هو بيشتغل كاتب، وإن هو شغال حاليا على كتابة قصص إجرامية عن القتلة المتسلسلين، وبيبدأ يحكي له تفاصيل عن كتابه الجديد. فسيون بينبهر جدا وبيعرض عليه ان هو يعمل تعديلات معينة في كتابه علشان القصة تبان منطقية اكتر. فبيعجب يونج بالتعديلات اللي هو قال عليها، وبيسأله لو هو كمان مهتم بالقصص الإجرامية. فبيبتسم سيون وبيقوله ان هو مهووس بيها جدا. وبعدها بيرجع يونج على اوضته وبيبدأ يعدل في الكتاب بتاعه، ولكنه بيلاحظ ان في حد استخدم اللابتوب بتاعه وهو مش موجود. فبيفضل يقرا الملاحظات اللي الساكن اللي كان عايش قبله كتبها، واللي قال فيها ان جيرانه ما كانوش بيحترموا خصوصياته وكانوا دايما بيدخلوا اوضته وهو مش موجود. وفي الوقت ده بيكون هونج مع الاخين التوأم دوك ودوج، وبيكونوا بيدفنوا جثة المحقق وكل الجثث اللي هم قتلوها مؤخرا. وفي اليوم اللي بعده بيبدأ يونج في تصوير كل تفاصيل اوضته علشان لما يرجع من الشغل يعرف لو في حد دخل اوضته فعلا ولا لا. وعلى الجانب الآخر بتروح زوجة الراجل الأجنبي تتكلم مع سو، بتقولها إن جوزها كان ساكن في المجمع السكني لكنه اختفى من فترة وهي مش قادرة توصله، وبتطلب منها تحقق في الموضوع لأن هي حاسة إن جوزها في خطر شديد، لأنه هو كان دايما بيشتكي من جيرانه. وبتقولها نظراتهم ليه ما كانتش طبيعية. في الوقت ده بنشوف سيون وفريقه رابطين هان في السرير وبيعذبوا فيه، وبيبدأ سيون يخلع كل أسنانه من غير تخدير، وبيكون مستمتع جدا وهو شايفه بيتألم. وبعدها سيون بينضف كل أسنانه ودروسه اللي هو خلعها وبيحطهم في خواتم. وبنفهم هنا إن سيون بيخلع أسنان كل ضحاياه اللي هو قتلهم وبيحولهم لخواتم وإكسسوارات. وفي الأثناء دي بتقدر سون إن هي توصل لعنوان عم التوأم دوج ودوك، وبتطلب منه يحكي لها شوية عن دوج. فبيقولها إن هو مصاب بتأخر عقلي وعنده أخ توأم اسمه دوك، وإن هما الاتنين تصرفاتهم ما كانتش طبيعية من ساعة ما كانوا أطفال. هو بيقول لها كمان ان ابوهم وامهم ماتوا وهم صغيرين، فاضطر عمهم ان هو يدخلهم لدار ايتام لانه ما كانش قادر يربيهم. وبيوريها فيديو ليهم وهم في دار الايتام، وبنشوف ان صاحبة دار الايتام اللي هم اتربوا فيها هي نفسها السيدة اوم صاحبة المجمع السكني. وبالليل بنشوف يونجو وهو راجع من شغله، ولما بيوصل قدام المجمع بيشوف التوأم وهم بيجروا كيس ضخم جدا، فبيفضل مراقبهم من بعيد. وفجأة سيون بيظهر من وراه وبيسأله هو مراقبهم ليه. فبيتوتر يونجو بيقوله ان هو مستغرب من تصرفهم مش اكتر. فبيقرب سيون من التوأم وبيسألهم الكيس ده فيه ايه، فبيقولوا ان فيه زبالة. فبيطلب سيون من يونج ان هو يفتح الكيس بنفسه علشان يطمن. واول ما يونج بيفتح الكيس بيتخض وبيرجع لورا لان الكيس بيكون فيه قطط ميتة. وبعد شوية بيرجع يونج للمجمع السكني وبيقعد يتعشى مع سين، وبيلاحظ سين ان هو لسه مخضوض من اللي هو شافه. فبيطلع يهديه وبيفهمه ان القطط دي ماتت نتيجة انهم اكلوا سم فران بالغلط. وبعدها بيديله سين طبق لحمة علشان ياكله، ولما يونج بيدوق اللحمة بيحس ان طعمها غريب جدا وما بيرضاش يكمل اكل. وبيتضح هنا ان اللحمة اللي هو اكلها دي لحمة بشر. وفي الوقت ده بتكون الشرطية سو بتراقب عربية التوأم وبتوقفهم في نص الطريق بحجة ان فوانيس عربيتهم مكسورة. وبتلاحظ ان دوك لابس نفس الساعة اللي هي شافتها في صورة الراجل الأجنبي، وتبدأ تحس ان في سر خطير ورا التوأم. وبتلاحظ كمان ان في حاجة في شنطة العربية، ولما بتفتح الشنطة بتلاقي ريحتها وحشة. فبتسألهم عن سبب الريحة، فدوك بيقول لها ان دي ريحة النفايات اللي كانت في الشنطة.
وطبعا ما بتقدرش تمسك سو عليهم اي دليل، فبتسيبهم يمشوا. وفي اليوم اللي بعده بتروح سو تقابل السيدة وبتسألها لو تعرف اي معلومات عن الشاب الاجنبي المفقود. فبتقول لها ان هو اختفى من فترة ومحدش قدر يوصل له. في اللحظة دي بينزل يونج من المجمع السكني علشان يروح شغله، فسو بتوقفه وبتسأله لو هو الساكن الجديد. فبيقول لها ان هو فعلا الساكن الجديد. فسو بتقوله ان هي الشرطية وبتطلب منه يركب معاها العربية لان هي عاوزة تسأله عن شوية حاجات. وبتسأله لو يعرف حاجة عن اختفاء الشاب الأجنبي. فبيقول لها إن هو سمع إن هو انتحر، وبيقول لها إن في حاجة غريبة بتحصل في المجمع السكني، لأن في شخص اسمه هان اختفى هو كمان. وبيقول لها إن في محقق شرطة جه عندهم من كام يوم علشان يحقق في اختفائه. فسو بتسأله عن اسم المحقق ده، فبيقول لها إن هو نسيه دلوقتي لكن الكارت بتاعه موجود في مكتبه. فسو بتديله رقمها علشان يبعت لها صورة الكارت بتاع المحقق. ومن سوء الحظ إن السيدة بتكون شافت يونج وهو بيتكلم مع الشرطية، فبتتوتر وبتحس ان هو ممكن يوديهم في داهية، وغضبها ده بيسيطر عليها وبتقرر ان هي ترتكب جريمة قتل عشان تريح اعصابها. احيه احيه. وبالصدفة بتشوف ست روحانية في الشارع، فبتعرض عليها تيجي تشرب معاها شاي في البيت. فالست الروحانية بتوافق وبتروح معاها. وفي المجمع السكني بتلاحظ الست الروحانية ان تصرفات مش طبيعية، فبتقوم علشان تمشي لكن بتخبط راسها في الترابيزة وبتخليها تفقد الوعي. في الوقت دوت بيكون يونج وصل للشغل وبيبعت اسم المحقق للشرطة ياسو. فبسرعة بتتصل سو على اسم الشرطة اللي المحقق بيشتغل فيه وبتسأل عنه. فزمايله بيفاجئوها ان هو مختفي بقاله كام يوم. وبالليل بتوصل لعيادة دكتور سيون علشان تعالج باقي اسنانها. وبيلاحظ سيون ان هي متضايقة من حاجة، فبيسألها عن السبب. فبتقوله ان هي بتحقق في قضية اختفاء اشخاص عايشين في مجمع سكني. بتقوله ان هي حاسة ان في مجموعة من القتلة المتسلسلين هما اللي ورا اختفاء الناس دول، وده غير حوادث قتل القطط اللي بتحصل بقالها فترة في نفس الحي. فهنا سيون بيستوعب ان هي ممكن تشكل خطر عليهم، فبيقرر يتخلص منها لكن ما بيلحقش لان سو بيجي لها استدعاء مفاجئ وبتمشي بسرعة من العيادة بتاعته. وعلى الجنب التاني بيتصل يونج على حبيبته وبيحكي لها عن تصرفات جيرانه اللي هو عايش معاهم، وبيقول لها ان هو مش مرتاح وحاسس ان في سر خطير وراهم. فبتقول لحبيبته ان هو بيبالغ. وبعد الشغل بيرجع يونج للمجمع السكني وبتوقفه قبل ما يدخل لأوضته وبتديله قهوة علشان يشربها. فبيشرب يونج القهوة وبعدها بيدخل لأوضته. وفي الوقت ده بيرجع سيون للمجمع السكني وبيسأل هي ليه خطفت الست الروحانية من غير ما تستأذنه. فبتقوله ان هي كانت حاسة بالملل وبتسأله لو هيخلص عليها زي ما عمل مع ماد. فبيسكت سين وبيقول لها ان هي عزيزة عليه ومش هيقدر يتخلص منها بسهولة، وبيطلب منها ما تتصرفش من دماغها تاني لان هو ما بيحبش اللي بيغلط مرتين. وبنرجع ليونج وبيكون حاسس بدوخة شديدة بعد ما شرب القهوة. بيكون واضح ان كان في مخدر في القهوة. وبنشوف ان القتلة المتسلسلين واقفين قدام باب اوضته، وبيكون سين مراقبه من فتحة الجدار اللي في اوضته علشان يدي الاشارة لرجالته. فجأة يونج بيفقد الوعي وبيقع على السرير، ولكن وقتها الشنطة بتاعته بتقع على راسه وبيرجع يفوق تاني. فبسرعة بيخرج سيون من اوضته وبيطلب من رجالته ان هم يوقفوا كل حاجة بيعملوها لانهم مش هيقتلوه النهاردة. وبعدها بيلاحظ يونج ان في حد دخل لاوضته ولعب في حاجته وهو مش موجود. فبيروح يسأل السيدة مين بيدخل لاوضته وهو مش موجود. فبتقول له ان مفيش حد دخل لاوضته لكنه ما بيصدقهاش، وبيطلب منها توريله تسجيلات الكاميرات بتاعة اليوم كله. فبتفرجوا على التسجيلات وبيشوف هونج في كاميرات المراقبة وبيكون بيحوم حوالين اوضته، لكن فجأة التسجيل بيقف قبل ما يشوف دخل لاوضته ولا لا. فهنا يونج بيفقد أعصابه وبيروح يتخانق مع هونج وبيتهم إن هو مختل ومجنون، وبيطلب منه يبعد عن أوضته بدل ما يأذيه. فجأة بيلاحظ يونج إن كل الجيران متجمعين حواليه وبيبصوله بطريقة غريبة، فبيخاف إنهم يأذوه. فبسرعة بيدخل لأوضته وبيقفل على نفسه. وبعدها بثواني بيخبط سيون على يونج وبيعتذر له وبيطلب منه يطلع معاه للسطح لأنه هو عاوز يتكلم معاه شوية. وأثناء ما بيكونوا طالعين للسطح بيسمع يونج صوت الدوشة جاية من الدور الرابع. فبيقف في مكانه وبيسأل سيون عن سبب الدوشة دي. فبيقول له سيون إن هو مش سامع حاجة، وبيفهمه إن حصل حريق في الدور الرابع من سنين وممنوع أي حد يدخل الدور ده مهما حصل. وبعدها بيطلعوا هما الاتنين على السطح وبيحكي يونج لسيون إن هو دايما بيسمع صوت دوشة وهو نايم، والموضوع ده بقى مسبب له قلق نفسي. فبيقول له سيون إن القطط منتشرين في العمارة لأن هي قديمة جدا، وبيطلب منه ما يقلقش من حاجة. وبيقولوا ان هو لاحظ من نظراته ان هو بيكره هونج، وبيسأله لو بيفكر يقتله. فبيستغرب يونج من سؤاله وما بيردش عليه. فسيون بيكمل كلامه وبيقوله ان هونج شخص سيء وان هو عنده ميول انحرافية ويستحق الموت. فهنا يونج بيبدأ يقلق منه وبيسيبه وبيمشي. وبعدها على طول بتتصل والدة يونج عليه وبتقوله ان اخوه تعب وراح المستشفى، وبتطلب منه يحول لها فلوس عشان تقدر تعالجه.
فبيضطر يونج ان هو يحول لها كل الفلوس اللي هو محوشها، وبيكون متضايق جدا لانه كان ناوي يشوف سكن جديد الاسبوع ده، لكنه كده مش هيقدر للاسف لانه ما بقاش معاه فلوس. وفي اليوم اللي بعده بيروح يونج يقابل الشرطية سو وبيديها دفتر الشاب اللي كان ساكن قبله في الأوضة. فبتسأله سو لو شاف حاجة غريبة بتحصل في المجمع السكني، فبيقول لها ان هو دايما بيسمع اصوات غريبة جاية من الدور الرابع، وبيلاحظ يونج ان السيدة اوم بتراقبه من بعيد، فبيخاف جدا وبيمشي بسرعة. وبعدها بترجع أم للمجمع السكني وبتحكي لسيون إن يونج بقاله فترة بيقابل الشرطية، وبتعرض عليه إن هما يخلصوا عليهم هما الاتنين سوا. فسيون بيطلب منها ملهاش دعوة بيهم لأن هو ناوي يتعامل معاهم بطريقته. وفي اليوم ده بيوصل للمجمع السكني شاب اسمه زوكي وبيقعد في الأوضة اللي قدام يونج. وبعد شوية بتقدر الشرطية سو إن هي تدخل للمجمع السكني من غير ما حد ما يشوفها، وبتدخل للدور الرابع وبتاخد جولة في المكان لكنها بتلاقيش حاجة. وفي الأثناء دي بيكون هونج قاعد مع الست الروحانية علشان ما تحاولش تهرب، لكن فجأة بيسمع صوت دوشة جاية من بره، فبيخرج بيشوف في ايه. وفي اللحظة دي بتستغل الست الروحانية انشغاله وبتخرج بسرعة بره المجمع السكني. وبالصدفة بتقابل سين قدامها وبيكون ما عندهاش فكرة ان هو رئيس العصابة دي كلها، فبتستنجد بيه علشان يساعدها. فبيبص لها سيون بطريقة مخيفة بيقول لها ان هو مش هيقدر يساعدها لان هي مش هتخرج حية من المكان ده. وبعدها العصابة بيرجعوا الست الروحانية للدور الرابع تاني وبيكتفوها، وبعدها بيفتحوا لها بقها وبيشربوها مادة سامة وبتموت على طول. وبالليل بيكون يونج في عشاء عمل مع أصحابه ويلاحظ جيان صديق يونج المقرب إن هو مش مبسوط في سكنه الجديد، فبيعرض عليه إن هو يبات في بيته النهاردة، لكن يونج بيرفض. وبعدها بيبدأ يونج يشرب كحول كتير علشان ينسى خوفه وقلقه، لكنه أول ما بيسكر بيفقد أعصابه وبيفضل يضرب في زمايله ويشتم فيهم لحد ما بيفقد الوعي. فبسرعة أصحابه بيركبوا تاكسي وبيطلبوا من سواق التاكسي إن هو يوصله لبيته. وبعدها بيتصل جيان على جيجي حبيبة يونج وبيحكي لها اللي حصل، فجيجي بتقلق عليه وبتقرر تروح تزوره في السكن بتاعه علشان تطمن عليه. في الأثناء دي بيلاحظ سواق التاكسي إن يونج مش في حالته الطبيعية، فيقرر إن هو ياخده على اسم الشرطة. ولما بيفيق يونج بيلاقي نفسه في اسم الشرطة، ولحسن الحظ إن سو بتكون موجودة وبتسأله ايه اللي حصل. فبيقول لها ان يونج ان هو شرب كتير لحد ما فقد السيطرة على نفسه، وبيقول لها ان هو مش مرتاح في سكنه جديد وخايف ان هو يرجع هناك. وفي اللحظة دي جيجي بتبعت رسالة ليونج بتقوله فيها ان هي وصلت قدام المجمع السكني وبتسأله عن مكانه. وطبعا اول ما يونج بيشوف الرسالة دي بيقلق عليها لا تتأذي. ولسوء الحظ ان سيون بيقابل جيجي وبيسألها هي عاوزة ايه، فبتقوله ان هي جاية تزور حبيبها يونج. فبيقول لها سيون ان هو يعرف يونج كويس لانهم صحاب مقربين يا راجل، وبيطلب منها تدخل تستناه في المجمع السكني لحد ما يرجع. وفي الأثناء دي بنشوف يونج في عربية الشرطة مع سو بيكونوا في طريقهم للمجمع السكني علشان ينقذوا جيجي. وفي الوقت ده جيجي بتكون بتاخد جولة في المجمع السكني وبالغلط ايديها بيجي على اطراف، فبتقوم بتاخدها للمطبخ علشان تغسل لها ايديها. وفي خلال دقايق بيوصل يونج مع الشرطة للمجمع السكني وبيطلع يجري على جيجي وهو مرعوب وبيسألها لو هي كويسة، فبتستغرب جيجي من تصرفاته وبتقوله ان هي كويسة. وبعدها بيخرجوا مع الشرطة بره المجمع السكني، وبتفضل جيجي تتخانق مع يونج لان هو فاهمها ان جيرانه مجانين، وبتقوله ان هي اتعاملت معاهم وطلعوا ناس لطاف جدا. وبتسأله هو ليه بيتصرف معاها بالشكل ده وليه مصمم ان هو يقليها على الفاضي. وبيكون يونج مش لاقي كلام يقولولها، فبتطلع تركب العربية مع سو علشان توصلها للبيت. في الطريق بتقول سو لجيجي ان حبيبها كان قلقان عليها وما كانش ينفع ان هي تتعصب عليه بالشكل ده. ولما بترجع جيجي البيت بتتفاجئ ان جيان مستنيها وبيسألها عن حالة حبيبها، فتقوله ان حالته صعبة وواضح عليه ان هو بيتخيل حاجات مش موجودة. فجيان بيقترح عليها ان هما يتقابلوا تاني يوم في كافيه علشان يشوفوا حل لمشكلة حبيبها، وبيكون واضح ان جيان معجب بيها بيحاول يقرب منها. وفي الوقت ده بتروح تدي قهوة ليونج فبيشرب القهوة، وفي خلال دقايق بيبدأ يحس بدوخة وبيغيب عن الوعي. وفي اليوم اللي بعده بيروح يونج يجهز الفطار في المطبخ، وبيلاحظ ان هونج بيبصله بطريقة غريبة، فيونج بيتعصب عليه وبيأمره يمشي من قدامه. فبيقول له هونج بسخرية ان هو ممكن يخلص عليه بسهولة. فهنا هونج بيفقد أعصابه ويفضل يشتمه لحد ما الجيران كلهم بيتجمعوا. وبعدها بيوصل سين وبيفض الاشتباك اللي بينهم وبيطلع مع يونج على السطح وبيطلب منه يعذر هونج لانه هو مريض نفسي، وبيحكي له ان هونج كان تاجر غني لكنه في يوم خسر كل فلوسه ومن كتر الصدمة ما قدرش يستوعب اللي حصل له، وعلشان كده بقى بيتصرف بشكل غريب مع كل الناس. وبعدها لسيون بيسأله عن سبب التصرفات الغريبة اللي عملها امبارح، فبيستغرب يونج وبيطلب منه يوضح كلامه. بيحكي له ان سيون ان هو امبارح بالليل خرج من اوضته وفضل يتخانق مع كل الجيران ويشتم فيهم. فهنا يونج بينصدم جدا لانه مش فاكر اي حاجه من الكلام ده، وبيقول له ان هو اكيد بيكذب عليه. فبيقول له سينو ان هو مش بيكذب عليه وبيطلب منه يراجع تسجيلات الكاميرات عشان يتاكد بنفسه.
فبيروح يونج يشوف التسجيلات وبيتفاجئ لما بيشوف نفسه هو بيهجم على الجيران وبيفضل يشتم فيهم، وبيكون يونج مصدوم من اللي هو شايفه ومش فاهم هو ليه اتصرف بالشكل ده. وده في نفس اليوم بتقدر الشرطية سو تعرف ان كانت متجوزة مرتين، لكن ازواجها الاتنين ماتوا في ظروف غامضة وما خلفتش منهم هما الاتنين، وبعد موتهم اخدت مبلغ ضخم من التأمين وفتحت دار الايتام، لكن بعد فترة قصيرة الدار اتحرقت، وبعد الحريق الدار اخدت مبلغ تاني من التأمين واشترت بيه عمارة. وفي الوقت دوت بيكون يونج بيدور على شقة تانية علشان يسكن فيها، وبيقدر يوصل لشقة إيجارها رخيص، وبيقول لصاحب الشقة إن هو عاوز يأجرها النهاردة. فبينصحه صاحب الشقة إن هو ما يأجرهاش لأن هو كان عايش في الشقة دي مع راجل عجوز لكنه مات فيها من فترة قصيرة. فبيخاف يونج إن هو الشقة تطلع زي الشقة اللي هو عايش فيها، وبيتراجع عن قراره. وبعدها بيفضل يونج قاعد في الشارع لوحده وهو حزين، وبالصدفة بيقابل حبيبته جيجي فبتقف معاه وبتسأله عن أحواله، فبيقول لها إن هو بقى كويس، وبيلاحظ يونج إن سيون بيراقبه من بعيد. فبيتخض جدا وبيقول لحبيبته انهم لازم يمشوا من هنا بسرعه لان في حد بيراقبهم. فبتقول له جيجي ان هي زهقت من تصرفاته السخيفه وبتسيبه وبتمشي وهي متضايقه جدا. ليل بيشتري يونج سكينه علشان يامن نفسه، وبعدها بيرجع لاوضته في السكن وبيقفل على نفسه كويس، وفجاه بيسمع صوت حد بيخبط على الباب، فبيجهز سكينته وبيروح يفتح وبيلاقي جاره الجديد سوكي بيساله لو معاه شاحن اضافي لانه موبايله فصل شحن. فبيديله يونج الشاحن وبيقفل الباب بسرعه، وبعدها بشويه بيسمع يونج صوت دوشه جايه من الدور الرابع، وبنشوف ان عصابه سيون بتخلص من الجثه اللي هم قتلوها. والمره دي بيقرر يونج ان هو يطلع علشان يشوف ايه اللي بيحصل، وقتها العصابه بيسمعوا صوته وهو طالع على السلم، فبيقرر دوك ان هو يخلص عليه. فبيمسك دوك سلاحه وبيستعد علشان ينزل يخلص عليه، لكن وقتها سيون بيظهر قدامه وبيطعنه في بطنه وبيموت على طول، وبيكون دوك في حاله صدمه وهو شايف اخوه مقتول قدامه. فسيهم بيسأله لو هو زعلان عليه، فهنا دوج بيترعب وبيمثل ان هو مش زعلان عشان ما يخلصش عليه. وفي اليوم اللي بعده بنشوف سو قاعدة بتتغدى مع ابوها وبتسأله لو يعرف حاجة عن موضوع حريق دار الايتام، فبيقترح عليها والدها ان هي تعمل سيرش على جوجل لان الحادثة دي كانت مشهورة جدا وقتها. فبتبدأ سيو تعمل سيرش وبتتفاجئ ان اسم دار الايتام اللي اتحرق هو نفسه اسم العيادة بتاعت الدكتور سيون. فهنا سو بتفتكر كلام سيون عن القتلة المتسلسلين، وبتفتكر كمان ان هي شافته قبل كده في مكان قريب من المجمع السكني، وبتبدأ تشك ان في سر خطير جدا وراه. وفي نفس اليوم بتروح لعيادة دكتور سين بحجة ان هي هتصلح اسنانها، وبتسأله لو هو يعرف اي معلومات عن دار الايتام اللي اتحرقت وليه سمى عيادته باسم دار الايتام. فبيقول لها سينو ان هو كان عايش في دار الايتام دي وهو صغير، وان اللي ربته هي السيدة وكان بيحبها جدا، فقرر ان هو يسمي عيادته بنفس اسم دار الايتام. وكمان راح عاش معاها في المجمع السكني بتاعها لان هو بيعتبرها زي امه بالظبط. فبتستغرب سو من صراحته الشديده وبتكون مش فاهمه هو ازاي ما خافش منها او حاول يخبي عليها الموضوع ده، مع ان الموضوع ده ممكن يتمسك عليه كدليل. وبتبدا تحس سيو ان هو اللي ورا الجرايم القتل اللي بتحصل، لكنها لسه مش قادره تمسك عليه دليل قاطع. في المجمع السكني بنشوف ان اهان لسه عايش لكنه تعرض لأسوأ انواع التعذيب، وبتدخل عليه السيده ومعاه لحم بشري وبتقوله ان هو مجبر ياكله لان مفيش اكل تاني. تاني يوم بيروح سوكي يسلم على يونج وبيشكره على لطافته معاه وبيديله الشحن بتاعه اللي كان استلفه منه، وبيستأذنه ان هو يمشي معاه لحد شغله. فبيوافق يونج، وفي الطريق بيقعدوا يتكلموا سوا. بيعرفوا سوكي ان هو عنده 25 سنة وبيشتغل مغني راب مبتدئ، وبيقولوا ان هو مرتاح جدا في الكلام معاه لان هو الشخص الوحيد اللي بيتصرف بشكل طبيعي في السكن. فيونج بيطلب منه ما يتعاملش مع اي حد من جيرانهم لان هم مش طبيعيين، وبيفضل يحكي له عن المواقف الغريبة اللي حصلت معاه من ساعة ما وصل للسكن، ويحذره ان هو ما يطلعش للدور الرابع لوحده لانه هو حاسس ان في حاجة مش طبيعية بتحصل هناك. وبالليل بيروح يونج علشان يقابل حبيبته وبيشوفها وهي خارجة من عربية جيان، فبيقرر ما يواجههاش باللي هو شافه، لكن غضبه بيكون مسيطر عليه وبيكون نفسه ينتقم من صاحبه. في الوقت ده بيبعت سوكي رسالة ليونج بيقوله ان هونج حاول يقتحم اوضته، فبسرعة بيتحرك يونج على السكن، ولما بيوصل هناك بيروح يطمن على سوكي الاول، بيسأله لو هو بخير. فيونج بيزعله لان هونج كان ممكن يأذيه لو عرف ان هو كان بيراقبه، وبيقوله ان كل الجيران اللي عايشين هنا مختلين نفسيا، ومن سوء الحظ ان سيون بيوصل عندهم في اللحظة دي. وبيقرب من يونج وبيقوله ان هو فخور بيه جدا لانه هو عبر عن غضبه لاول مرة، وبيقوله ان هم مفيش حد هيلومه لو قتل الجيران لانهم فعلا مختلين نفسيا. بيقوله كمان ان هو معجب بيه جدا لانهم شبه بعض في حاجات كتير، وبعدها بيسيبه وبيمشي وبينزل يونج لأوضته علشان ينام، لكنه بيتفاجئ بهونج قدام باب اوضته وهو ماسك سكينة، فبيحاول يونج ان هو يصوره، لكن وقتها بتيجي السيدة وتسأله بصوت عالي هو بيعمل ايه. فبسرعة هونج بيرجع على اوضته، بيفضل يونج يتخانق مع لانه كان قرب خلاص يمسك دليل عليه، لكنها جت بوظت كل حاجة، وبيفهم ان هو شاف هونج وهو ماسك سكينة وبيحاول يقتحم اوضته.
فبتخبط على باب أوضة هونج، وأول ما يفتح الباب بتضربه بالقلم على وشه لأنه بسببه الجيران مش مرتاحين. وبتطلب من يونج يدخل يفتش أوضته علشان يشوف لو فيها سكينة فعلا ولا لأ. فبيدخل يونج يفتش الأوضة لكن ما بيلاقيش حاجة، فبيتعصب وبيحس إن هو قرب يتجنن خلاص. وفي اليوم اللي بعده بنشوف يونج وهو قاعد لوحده في الشغل وفجأة بيفقد أعصابه، وبيفضل يكسر في المكتب زي المجنون. وبالليل بيروح لمحل فيديو جيم علشان يحاول يهدي أعصابه، لكن الشباب اللي بيكونوا قاعدين وراه بيعملوا دوشة، فبيروح يونج يشتكيهم لصاحب المحل علشان يطردهم. وبعد شوية بنشوف يونج وهو راجع لبيته، ووقتها بيلاقي الشباب اللي كانوا في محل الفيديو جيم مستنيينه علشان يضربوه. لكن اللي بيحصل ان يونج بيفقد اعصابه ويفضل يضرب فيهم زي المجنون لحد ما بيتعب وبيقع على الارض. فجأة بيلاقي سيون ظهر قدامه وبيسأله عن شعوره بعد ما اذاهم. فبيبص له يونج وهو مصدوم وبيكون مش قادر يرد عليه لانه هو اتصاب اصابات شديدة اثناء الخناق. وفجأة يونج بيفقد وعيه، ولما بيفوق بيلاقي نفسه في عيادة سيون وبيتفاجئ. فبيحاول يونج يقوم من على الكرسي لكن سيون بيكون رابطه، فبيطلب منه يونج بعصبية ان هو يفكه. فبيقول له سين ان هو هيفكه بعد ما يعالج كل جروحه. في اللحظة دي بيرجع سيون بالذاكرة وبيفتكر أول مرة شاف فيها مات، وقتها مات كان شخص طبيعي وما عندوش ميول إجرامية، لكن سيون لعب في دماغه وحوله لقاتل متسلسل وضمه لفريق القتلة المتسلسلين بتوعه. بيكون واضح إن سيون عاوز يحول يونج هو كمان لقاتل متسلسل. وفي نفس الوقت ده بتوصل الشرطية سو للحي اللي المحقق اختفى فيه علشان تدور على أي دليل ممكن يوصلها لسر اختفائه. وبتقدر تلاقي حقنة مخدرة في الصرف الصحي، فبتستغرب جدا لأن الحقنة دي بيتم استخدامها في عيادات الأسنان وبس. وبعدها بيجيلها استدعاء مفاجئ من اسم الشرطة، فبتروح وبتعرف من الضابط إن في أمهات قدموا بلاغ في يونج لأنه هو ضرب أولادهم. وبتفضل سود حقها مع يونج وبتسأله هو عمل كده ليه، لكن يونج بيكون في حالة صدمة ومش قادر يرد عليها لحد ما سيون بيوصل لاسم الشرطة وبيدفع مبالغ كبيرة كتعويض للأمهات دول، وبيخليهم يتنازلوا عن القضية دي. وبعدها بياخد يونج وبيمشي، وفي الطريق يونج بيسأل سيون هو عاوز منه ايه وليه دايما بيراقبه. فبيقوله سيون انهم شبه بعض في حاجات كتير، وبيقوله ان هو قريب جدا هيكشف سر قوي ليه. ولما بيوصل يونج لأوضته في السكن بيتخيل ان في قطة ميتة على مكتبه، فبيفضل يصرخ لحد ما الجيران بيتلموا عليه. وبعدها بيدخل سوكي لأوضته لكن ما بيلاقيش قطط ميتة ولا حاجة. فبيقول يونج ان اعصابه تعبانة ومحتاج يرتاح. وبتفضل حالته النفسية سيئة من ساعة ما الأحداث دي حصلت له، وبقى حاسس طول الوقت بالرعب والقلق. وفي نفس الوقت بتدرسوه إن هي توصل لكاميرا مراقبة في الحي، فبتشوف التسجيلات بتاعتها وبتشوف عربية المحقق وهي رايحة ناحية الغابة، لكن الغريبة إن العربية اختفت من ساعتها. وفي اليوم اللي بعده بيوصل موظف اسمه شي للمكتب اللي يونج بيشتغل فيه، وبيقول إن يونج كسر الكيبورد بتاعه. فبيفضل يتخانق معاه، وفجأة يونج بيهجم عليه وبيكسر كوباية على دماغه وبيفضل يضرب فيه بعنف لحد ما الموظفين بيتلموا حواليه وبيفضوا الاشتباك. وبيكونوا مصدومين جدا من تصرفات يونج لأنه هو عمره ما كان عنيف بالشكل ده. وبعدها بيفضل جيان يتخانق مع يونج بسبب اللي هو عمله، فبيتجاهل يونج كلامه وبيحذر إن هو هيأذيه لو فكر يقرب من حبيبته تاني. وبالليل بيروح جيان يقابل يونج في مطعم، وفي الأثناء دي جيجي بتوصل عندهم علشان تطمن على حبيبها وبتسأل هو ليه ضرب زميله لكنه ما بيردش عليها. وفجأة سيون بيوصل عندهم وبيفضل يستفز جيان بالكلام وبيطلب منه يبعد عن يونج وما يحاولش يضايقه تاني. فبيتوتر يونج من الموقف وبيروح يتكلم مع سيون برا المطعم وبيسأله هو عرف مكانه ازاي، فبيقول له سيون انه هو شافه بالصدفة وهو داخل المطعم. وبيقول له انه هو عارف ان هو بيكره جيان لانه بيحاول يقرب من حبيبته، وبيطلب منه ما يقلقش لان هو هيخلصه منه قريب. وبعدها بيسيبه وبيمشي. فبيروح يونج يطلب من جيان ان هو ياخد باله من نفسه وهو راجع للبيت. وبعد شوية بيوصل جيان للمكتب بتاعه علشان يجيب حاجة كان ناسيها، وفجأة سيون بيظهر قدامه وبيخدره، وبعدها بيفضل يضرب فيه لحد ما بيقتله. وبيبص سيون على جثته وبيقول له ان ده جزاء اللي يزعل شخص عزيز عليا، لان هو ده يونج. وبنشوف ان في صحفي في المكتب شاف كل اللي حصل، وبيفضل الصحفي مستخبي لحد ما سيون بيمشي. وبعدها بينزل بسرعة وبيفضل ماشي ورا سيون بالعربية لحد ما بيعرف المجمع السكني اللي هو عايش فيه. في الوقت ده بيسمع سوكي صوت جاي من الدور الرابع، فبيطلع يشوف في ايه، وبيتفاجئ لما بيشوف عصابة سيون بيجروا جثة على الأرض علشان يتخلصوا منها. ومن سوء الحظ إن سيون بيوصل للدور الرابع في اللحظة دي، وبيقول لسوكي إن هو ما كانش ينفع يطلع هنا، وفجأة بيضربه على راسه وبيخليه يفقد الوعي. في الليلة دي بيقرر يونج إن هو يبات مع حبيبته في فندق لأنه خايف يرجع للسكن. ولما بيصحى يونج من النوم بيلاقي سين قدامه، فبيهجم عليه بالسكينة علشان يقتله، لكن فجأة بيلاقي حبيبته قدامه وبيطلع بيتخيل مش أكتر.
وطبعا حبيبته بتتعب من تصرفاته فبتسيبه وبتمشي بسرعة، وبيحاول يونج ان هو يروح وراها علشان يصالحها، لكنها بترفض تسمع منه اي كلام لان هي بتكون خايفة من تصرفاته. بعدها على طول بيبعت سوكي رسالة ليونج وبيقول له فيها ان هو قاعد حاليا مع سين، وهنا هو طلع شخص طيب جدا. فبيعرف يونج ان في حاجة مش مظبوطة بتحصل، فبسرعة بيتحرك على السكن علشان يطمن على سوكي، ولما بيوصل هناك بيلاقي سوكي مبتسم بطريقة غريبة، وبيقول له ان هو كان ظالم الجيران لانهم طلعوا طيبين جدا، وبيطلب منه يرجع يعيش معاه في السكن. فبيتهموا يونج ان هو بيختل عقليا وبيسيبه وبيمشي. وفي الوقت ده بيظهر سيون من ورا سوكي وبيقول له ان هو فشل في مهمته ويستحق العقاب، وبيطلع ان هو اتفق معاه ان هو يقنع يونج بالرجوع للسكن، وده في مقابل ان هو يسيبه يعيش. وفي اللحظة دي بينهار سوكي من الخوف وبيطلب منه الرحمة، لكن سيون بيرفض لان هو فشل في مهمته، وبياخده سين للدور الرابع. وبيبدأ يخلع أسنانه بكل قسوة، بيقوله إن هو بيحب يخلع سنان كل ضحاياه ويحطها في أسورة علشان يفتكرها دايما. وبعدها بيطلب سيون من دوج إن هو يقعد مع سوكي لحد ما يرجع، وبيفضل دوج قاعد معاه لوحده، وفجأة بيفك وبيعرض عليه إن هما يلعبوا لعبة الاستغماية. فبسرعة سوكي بيطلع يجري، وبالصدفة بيشوف السيدة فبتتظاهر إنها هي في صفه وبتخبيه ورا ملاية. وبعدها بتقول لدوج على مكانه علشان يقتله، وبعد دقايق بيخرج سوكي من ورا المراية وبيستعد علشان يهرب، لكنه بيتفاجئ ودوج قدامه وبيخلصوا عليه هما الاتنين. وبعدها على طول بيقدر سينو ان هو يوصل لمكان الصحفي اللي شهد على جريمة قتل وبيخلص عليه. وفي اليوم ده الشرطة بتلاقي جثة جيان في المكتب، والخبر بيوصل ليونج وبيكون منهار من العياط وبيكون مش عارف يتصرف ازاي. وفي الوقت ده بيتصل سيون على يونج وبيقول له ان هو خطف حبيبته جيجي، وبيطلب منه يقابله في المجمع السكني قبل ما يقتلها. فهنا يونج بيفقد اعصابه وبيتحرك مع صاحبه بسرعة على المجمع السكني. وفي الطريق بيتصل على الشرطية سو بيقول لها ان سيون خطف خطيبته وان هو حابسها دلوقتي في المجمع السكني، وبيطلب منها تجيله على هناك لان هو مضطر يروح ينقذها. وبعدها يونج بينهي معاها الاتصال وبيدخل المجمع السكني مع صاحبه وبيلاقيه فاضي تماما، فبيفضل يدور في كل الاوض على العصابة لحد ما فجأة بيظهروا قدامه، وبيقول له سيون ان هو هيسيب خطيبته تعيش لو خلص على صاحبه. وفي اللحظة دي يونج بيمسك سلاح وبيهجم على سيون وبيحاول يقتله، لكنه ما بيقدرش لان سيون بيضربه على راسه وبيفقده الوعي. وبعدها بينقله للدور الرابع، ولما بيفوق يونج بيلاقي نفسه مربوط وبيلاقي حبيبته مربوطة على السرير اللي وراه. وفجأة بيظهر سين قدام يونج وبيلبسه الاسورة اللي هو صنعها من اسنان ضحاياه، وبيطلب منه ما يخافش لان هو مش هيأذيه. وبعدها على طول بتوصل سو للمجمع السكني وبتلاقي أمه قدامها، فبتسألها عن مكان يونج، فبتقول لها إن هو ما جاش هنا. فبتقول لها سو إن هي كذابة لأن هي كشفتهم على حقيقتهم خلاص. وفجأة بتهجم على سو وبتضربها على دماغها، وبعدها بتنقلها للدور الرابع. وبعدها بشوية بتفوق سو وبتلاقي إن هونج بيحاول يتحرش بيها، فبسرعة بتهجم عليه وبتضربه لكنه بيضربها وبيخليها تفقد الوعي. وبعدها بتروح تتخانق مع هونج لانه سرق حاجتها، وفجأة بترمي مية مغلية على وشه وبتقتله. وبعدها بتروح تقول لسين وهي فرحانة ان هي خلصت على هونج، فبيقول لها ان هي اتصرفت للمرة التانية من غير اذنه. وفجأة سيون بيمسك آلة حادة وبيخلص عليها، وبعدها بيطلع يقف على السطح لوحده وبيفتكر ان دوج جاي يخلص عليه لان هو قتل اخوه، لكن سيون ما بيدلوش فرصة وبيرميه من فوق السطح وبيموت على طول. وفي اللحظة دي بيقدر يونج يحرر نفسه وبيروح يهجم على سين وبيطعنه، وبيسأله يونج هو بيحب يتصرف كده ليه، فبيقول له سين ان هو بيحب يقتل لان دي غريزة جواه، وبتفهمه ان في ناس كتير زيه وان هو يبقى واحد منهم. وبيقول له بسخرية ان هو صنع منه اعظم قاتل متسلسل. وفي اليوم اللي بعده بنشوف الشرطة وهما بيحاولوا مع سو في اللي حصل، وبيفاجئوها ان عصابة سيون اتقتلت كلها على ايد شخص واحد بس. فسو بتستغرب جدا وبتكون مش فاهمة حاجة. وبعدها بتروح سو تزور جيجي في المستشفى وبتسألها لو هي شافت اللي حصل امبارح، وبتكون جيجي في حالة صدمة ومش قادرة تتكلم، لكنها بتقول لها ان حبيبها ما كانش في حالة طبيعية. فبتروح تزور يونج في المستشفى اللي هو محجوز فيها علشان تطمن عليه، وبتتفاجئ لما بتلمح سيون في الاسانسير، فبتتوتر جدا لان هي افتكرته مات. وبتروح بسرعة لأوضة يونج وبتتفاجئ ان يونج لابس اسورة الاسنان بتاعة سيون، فبتستوعب هنا ان يونج هو اللي قتل كل العصابة. وبنرجع للزمن لساعات وبنشوف سين وهو بيتفق مع يونج ان هو يقتل كل عصابته في مقابل ان هو يفرج عن حبيبته. فبيضطر يونج ان هو يوافق، واول حد قتله كان هونج، وبعدها وبعدها دوج، وبيتحول لقاتل متسلسل زي ما سيون كان عاوز. وبمجرد ما يونج هيخرج من المستشفى هيقابل سيون وهيكمل في اللي هما بدأوا فيه. وبيخلص المسلسل. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشترك للقناة. والمسلسل ده كان طلب من احد المتابعين وياريت يكون عجبكم. وقابلكم الملخص الجاي. سلام.